افرادی رو هم میشناسیم از بین شیعیان که فقط مسئلهشون مسئله نادانی نیست، مأموریت دارن برای اینکه بیان به مقدسات اهل سنت اهانت کنند، برای اینکه ایجاد اختلاف کنند. من عرض میکنم رفتار هر دو گروه حرام شرعی است و خلاف قانونی است. تعالوا أمامكم هذا العلامة المجلسي في البحار. نعم. يقول بأنه في المجلد الثامن صفحة 300، المجلد الثامن صفحة 369 من البحار، المجلد الثامن، يقول: ويظهر من بعض الأخبار بل من كثير منها أنهم في الدنيا أيضا في حكم الكفار، مو فقط في الآخرة. السيد الخوي مولانا في الدرجة أقل، قال في الدنيا بحكم المسلمين، ولكن في الآخرة شنو؟ من الكفار. أما يقول كثير من الأخبار شنو تقول؟ في الدنيا أيضا ماذا؟ من الكفار. من الكفار. لكن الآن احنا مأمورين أن نتعامل معهم تعامل المسلمين، إلى أن يظهر الإمام سلام الله عليه، الإمام الثاني عشر، عندما يظهر يجري عليهم حكم سائر الكفار في جميع الأمور. ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه. اون ثلاثه شد به اندازه مثلا 500 میلیون. این تقیه این کار را کرد. بلا اگر از هم اول به سب و طعن و فلان اینها مشغول می شدیم کجا زیاد می شد.
که ازت دوتا دنده شکسته بین در و دیوار. چرا برات نگران نباشم که نفست گاهی بر نمیگرده. الهی مادر برات بمیرم که تموم نفسات پر درده. اون دستای مهربونه دیگه موهامونو شونه نکرده. چی شده پهلو کبوده بازو بود چه برم داره گوشه ابرو